تتحاسبي حاسبي تتحاسبي نسكافيه حاسبي يخرب بيتك يا خبر اسود كده يا دريه. انت هتعمل لنا مناحه زوزو دلوقتي. يعمل ايه بس يا ربي؟ هنسوح. ايه ده؟ كده برضو يا عادل؟ ده لقيت النسكافيه وبوظت لي اللابتوب. والله ما انا، دي دريه هي اللي زقت النسكافيه وقعته. يا سلام، وعايزني اصدق الكلام ده؟ انت كل حاجه بتاعتي لازم تبوظها لي كده. مش انا هي دريه. اعمل ما ايه؟ دريه قاعده في مكانها اهو ساكته. يا حبيبي لما تحب تكذب ابقى ظبط الكذبه. يا دريه يا بنت الكلب. بص بقى، انت هتصلح لي اللابتوب ده وعلى حسابك، ومش هتاخد من مصروف البيت ولا مليم. كده هصلحه على حسابي؟ مادام كده بقى يبقى الصباح رباح يا حبيبتي. ها، متأكدة إن هم ناموا ولا هنلاقيهم صحيوا نطوا جنبينا زي كل مرة؟ لا، ناموا وراحوا في 7 نومه ومش هيصحوا الا بكره. حلو قوي. ها، هنتفرج على بريف هارت ولا ايه؟ لا فكك بقى من بريف هارت، تعالي نجرب الجهاز الجديد بتاع الواد مدحت، بيقول بيجيب أفلام رومانسية جديدة أول بأول. ماشي يلا. ها، ايه احنا هنفضل مستنيين كده كتير؟ يا حبيبتي لا، جهاز جديد ولازم يطبق على الشاشة الأول. يطبق ايه؟ هو نضاره؟ وبعدين جهاز جديد يعني لازم يفتح بسرعه. الصبر صبر، هيفتح دلوقتي، اصبري. أهو فتح أهو. ايه؟ هو الجهاز ما بيجيبش غير الوان ولا ايه؟ ما قلنا الصبر. ايه ده؟ دي درافيل بتلعب كرة؟ ضيعت فلوسنا في الارض يا مصطفى. اصل احنا بنلاقي الفلوس دي في الشارع عادي. خلاص شغلنا بريف هارت. ولا بريف هارت ولا اي حاجه، انا خلاص قفلت من اليوم ده اصلا. حاجه بجد خلاص. هو اصله نصيب، نصيب مش مكتوبه لنا. هنا كده في المدرسه. ها، بقول لك ايه، روحي سخني العربيه عبال ما اجيلك. مش عايز فزلكه وتقولي لي هطلع لك العربيه، ماشي؟ لا انا هاخدها لفه بس عشان تسخن كويس. يلا يا ولاد. لفه ده ايه؟ هو ايه اللي لفه؟ هي عجله؟ بقول لك يا ربيع. ايوه مصطفى بيه. عايزك تروح تجيب لي الواد مدحت ده من قفاه، ده نهاره اسود معايا، وانت كمان نهارك اسود معايا، مش انت اللي جايبه؟ انا ما عملتش حاجه، وبعدين هو عمل لك ايه انا مصطفى بيه؟ انت مالك؟ انت عمل لي ايه؟ انا عايزك اول ما تشوفني راجع من الشغل تقول له مصطفى بيه عايزك في مصلحه حلوه قوي 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 قوي. ده انت تؤمر يا مصطفى بيه. طب انا يعني مفيش حاجه عليا كده في المصلحه دي؟ انت جاي في اي مصيبه يعني؟ يعني لا بس كده من عينيا الاتنين، ان شاء الله المصلحه تنزل تدب على دماغك انت كمان، بس كده من عينيا. ماشي ماشي يا قايره. بقول لك يا ربيع قوم فت. ايوه يا شريف بيه. انا رايح افطر واجي ارجع الاقيك جايب لي مدحت من تحت تقطيع الارض، انت فاهم؟ ليه هو زعلك في حاجه؟ انت مالك انت؟ واول ما تجيبه هتقول له ان انا عايزه. هقول له ان انت عايزه في حوار علشان ما يشكش. اوبا بقى، ده احنا ابتدينا نفهم اهو ما شاء أيوة الله. كده. اقعد بقى. ماشي. بقول لك ايه يا ربيع، قوم فز. ايوه عادل بيه، انت عايز مدحت. الله، وعرفت منين؟ عيب عليك، ده انا حدق قوي وناصح قوي وافهمها وهي طايره. انا هروح اجيبه لك متكتف هنا وننزل فيه ضرب كلنا كده لغايه لما نبوظه خالص. كتف ايه يا متخلف؟ روح قول له عادل بيه عايزك ضروري عشان تشوف اللابتوب بتاع زوزو، فيه مشكله كبيره. ايوه انا كده فهمت. احنا هنقول له الكلمتين دول نجرجره بيهم نطلعه فوق، عند انا بقى الاستاذ مصطفى والاستاذ شريف وننزل فيه ضرب كلنا فوق لغايه لما نطلع عينه بقى كده فوق ضرب. ما تخلينيش اتغابى عليك على الصبح. روح قول له الكلمتين دول خليه يجي بسرعه. ماشي. انا كده مش فاهم، يعني انا اروح اجيبه دلوقتي علشان الاستاذ عادل، ولا كمان شويه علشان الاستاذ شريف، ولا على العصريه عشان الاستاذ مصطفى؟ انا اقعد اشرب الشاي وبعد كده ابقى افكر براحتي. ماشي يا القاهره. ما فتحش المحل طول اليوم، سالت عليه كل المحلات اللي جنبه لحد لما عرفت عنوان بيته. رحت خبطت عليه الباب ما فتحش، سالت الجيران كلهم لغايه لما قالوا لي ان هو جري زي المجنون على السلم وكان معاه شنطه هدومه. طب وده معناته ايه بقى الكلام ده؟ مش محتاجه تفسير يا حبيبي، احنا اتنصب علينا يا جماعه. انتوا دفعتوا فلوس كتير؟ لا مش ناقصه هي الكلام ده ولا التلميحات ولا النظرات دي.
مش مسابقة هي مين اللي هيتنصب عليه بفلوس أقل يقوم يطلع هو الكسبان. بلا وكسة. انا دافع فلوس كتير كتير قوي يا استاذ عادل، والكوينز كلها طلعت في الشنك. وانا وانت يا عم عادل من ضحايا الراوتر بتاعه ده، غير ان انا لبست الجهاز الزياده اللي بيسرق القنوات دوت. انا قلت من الاول ان الجهاز ده حرام حرام. الحمد لله انا ما جربتش الراوتر اللي اشتريته منه. قال وانا باعت له ربيع الصبح يقول له تعالى صلح اللابتوب، مش بعيد كان خده وباعه لواحد تاني. طب وبعدين هنسكت له على اللي هو عمله فينا ده؟ يعوض علينا ربنا. لا ما تقولوش كده يا بهوات، الموضوع ده خلاص بتاعي. مدحت ده انا مش هنام ولا يهدالي بال غير لما اجيبه لكم في شوال هنا وننزل فيه علقه كلنا. انا اصلا وصيت البواب بتاع العماره بتاعته لو شافه يتصل بيا على طول. انا ليا معاه طار شطرنج مش هسيبه. طب الحمد لله، اطمنوا يا جماعه، ملف مدحت بقى في ايد المقدم ربيع خلاص، اطمنوا. يعني زي ما انت قلت يا استاذ عادل، يعوض علينا ربنا. صباح يا ربع. صباح مين يا بجحتك يا نصاب؟ انت جايب رجلك هنا عادي؟ ده انت ليلتك سودا، ده انت هتشوف ضرب خطابه طوره مع حرامي. انت عبيط؟ انا لما بلبع حاجه على الصبح ولا حكايتك ايه بالظبط؟ نصاب مين وحرامي مين؟ ما تظبط كده الكلام. بقول لك ايه؟ سيب القميص يا ربيع. مش سايب. بقول لك سيب القميص. بقول لك مش سايب. طب اديها لحد كبير اكلمه. اديها لك حد كبير اكبر. تعالوا اكبر، ده انت هتتسلخ النهارده. عليا النعمه يا جدعان، ما انا نصاب والنبي ده منظر نصاب. بعدين النصاب بيبقى خطر كده، لكن انا طيب وقلبي لبن عصير. عصير ايه؟ زبادي خلاط. هو فين الراجل اللي نصب على جوزي؟ لو سمحتوا يا جماعه من فضلكم، ما اتفقناش ان الحريم يتدخلوا في كلام الرجاله. بعدين انا قلت ان انا مش نصاب. ولما انت مش نصاب، الكوينز بتاعت الفيفا الفشنك دي طلعت ايه؟ عملت لي كارثه مع مراتي، اتفضل حلها بقى. دي بقى مش غلطتي. الموقع اللي انا اتعاملت معاه ده طلع في الشنك. بعدين يعني مش بشم على ظهر ايدي، وعشان ما اظلمش حد هنقسم الخساره بيني وبينك. لا مفيش انصاص، ام سوري، انت اللي غلطان وانت اللي هتشيلها لوحدك. والجهاز اللي انت نصبت عليا فيه وقلت لي هيجيب الافلام قبلها باسبوع، طلع بيجيب ضرافيل بتعوم في الميه وبتلعب كوره. انا هقول لكم الحقيقه يا جماعه، الجهاز والراوتر دول من اختراعي، بكوره انتاجي. جربتهم 99 مره وفشلت الحمد لله. فقلت بقى المره ال100 اغير العتبه، اجرب في حد تاني، يمكن يعني يبقى في ايديكم البركه ويشتغلوا. 99 مره وفشلت وعايز تجرب تاني يا حبيبي؟ ما باين انك مالكش فيها يا حبيبي. بقول لك يا شريف، ليه فيها ملهوش فيها، انا اتنصب عليا، انا فلوسي ترجع لي، وفلوسي امانه في رقبتك انت يا عم عادل، انت اللي عرفتنا عليه. سلام عليكم. استنى خد مراتي معاك يا مصطفى، استنى اوصلها. حبيبتي خلاص بانت بقى ان هي مفيش اي مشكله بقى. اتفضل يلا. كيش يلا لما نشوف. يلا. انا ليا عتاب كبير قوي عليك يا شيفو على الكلمه اللي انت قلتها، عشان انا ممكن ازعل واجيب ناس تزعل. وبعدين يا جماعه انا مش اقل من الراجل اللي جرب الاختراع بتاعه 999 مره وفشل ونجح في المره الالف. انا كل الموضوع جربت 100 مره بس، يعني لسه 900 كمان. وعليا النعمه، شوف عليا النعمه ما هتنازل ولا هانتخ غير ما اقفلهم 1000 مره. طيب دلوقتي الفلوس بتاعت الناس دي نظامها ايه؟ في تلميح سخيف يا عم عادل. عيب، بقول لك عيب. مش انا اللي اتقال له الكلمه دي. وبعدين فلوس الناس دي هياخدوها وقتي على طول. انا ما اقبلش جنيه حرام على بيتي، لو انتوا تقبلوها انا ما اقبلهاش. تمام، عداك العيب وازح. خلاص استنى بس، قولي بقى المده اللي فاتت دي كلها كنت مختفي فين؟ انا هقول لكم يا جماعه، انا بصراحه لبست نفسي في حيطه. دخلت على النت واتعرفت على زعيم مافيا اسمه كايزر سوزي على الديب ويب. انا طبعا ما كنتش اعرف انه زعيم مافيا ولا حاجه، فقعدت اسف عليه بقى واقول له ايه يا عم كايزر، هات لنا ب2 جنيه سخنين والكلام بقى، واستخف دم على قد ما اقدر. الراجل قام ايه متزرزر واتحمق وكلم افراد العصابه بتوعه عشان يصفوني جسديا تماما. فهربت، خفت هربت بره البيت. وبعدين في الاخر اكتشفت ان واد حلبقه ابن خالتي هو اللي عمل فيها المغرز ده. حلبقه؟ حلبقه. اسمه حلبقه؟ حلبقه اخو حلبقه، ما الاتنين ولاد خالتي. خلاص انت صعبت علينا. اللي حصل فيه ده يعني ايه اكبر عقاب ليه. عفى الله عما سلف.